سلام خياتي، صحة عيدكم وكل عام وانتم بألف خير. صحة عيد كامل العائلة ديالكم والأحباب ديالكم، وإن شاء الله عيدتو كامل بخير والعقوبة العام الجاي إن شاء الله. اليوم جيتكم بطريقة تمليح اللحم ولا القديد، كيفاش راح نديرو القديد ديالنا ويخرج روعة. إذن هنا عندي كمية تاع اللحم. هنا كيما راكم تشوفوا واش راح ندير، راح نقطع هذا اللحم، يعني ندير برك شقوق، سورتو وين كاين بزاف اللحم ولا كاين بزاف كيما نقولوا شحم. المهم هكذا باش يدخل الملح مليح للحم ديالنا، هكذا باش ما يفسدش هذاك اللحم معانا ويعطي ريحه ماشي مليحه. وثاني حتى ممكن يعني يكون فيه الدود اذا ما ملحناش اللحم ديالنا مليح. هنا لازم نديرو هكذا شقوق صغيره. هذه هي الطريقة تاع بكري تاع الناس زمان اللي ملحوا بها اللحم ولا القديد. كما على بالكم بكري ما كاش يعني كونجيلاتور وين يحطوا اللحم ديالهم، كانوا يستعملوا هذه الطريقة باش يحتفظوا بهذاك اللحم لمدة توصل حتى عام. هكذا كانوا الناس زمان يحتفظوا باللحم ديالهم. هكذا كي يكون عندهم ضيف تاع الغفلة ينحيو هذاك اللحم ويديروا به كسكس. الله الله. وثاني يوم عاشوراء، احنا يعني معروفين يوم العاشوراء نديروا الكسكس بالقديد، يعني من العادات ديالنا. هكذا نحتفظوا باللحم تاع العيد، ونهار تاع العاشوراء نحيوه ونديروا به الكسكس بالقديد. هنا كما على بالكم بعد ما شققت كامل هذاك اللحم، يعني درت فيه شقوق، هنا عندي الملح. هنا نحتاج كمية مليحة تاع الملح، نديرو الملح ما نشحوش كامل على الملح، وندخلو كامل الملح في اللحم ديالنا في هذيك الشقوق، وفي ثاني في هذوك العظيمات ثاني لازم يدخل كامل في العظم، هكذا ما يفسدش كامل اللحم ديالكم. انا صراحه نخاف القديد، على هذا ندير كميه مليحه تاع الملح هكذا باش نضمن بليك اللحم ديالي ما راحش يفسد معايا، ما راحش يطلق هذيك الريحه اللي ماشي مليحه، وحتى ما يكونش فيه الدود في هذيك العظم يعني. هنا بعد ما ملحت كامل اللحم ديالنا، هنا راح نكب عليه الماء، نغطيه كامل بالماء. الماء عادي يكون ما يكونش سخون ولا بارد، يعني من الحنفيه عادي، نغطيه كامل ونخليه يبات في هذاك الماء المالح حتى غدوه من ذاك. هنا بعد ما خلينا اللحم ليلة كاملة في الماء والملح، راح نحيه في الكسكاس ونخليه حتى يخضر تماما، باش نعاود ندير له الخطرة الثانية الملح ثاني. وهنا درت اللحم ديالنا في الجفنة، هكذا راح نزيد ندير له الملح. هنا ندير الملح يعني كمية مليحة، ما نشحش كامل على الملح، هكذا باش نضمن اللحم ديالي ما راحش يفسد. هكذا نحكم بقطعة ونبدا ندير لها الملح كامل في هذوك الشقوق كما درنا في الاول. يعني هذه المره راح نزيد ندير كميه اكثر تاع الملح، ندير كامل في هذوك العظم، يعني ندخل مليح الملح. هكذا راح نضمن بليك اللحم ديالي راح يجي روعه، يعني ما راحش يفسد، ما راحش يكون فيه الدود كامل. شوفوا كيفاش راني ندير، راني ندخل يدي كامل داخل هذاك اللحم، هكذا يعني كل قطعة راح تدي حقها من الملح. يعني هذه هي الطريقة الصحيحة باش ديري القديد ديالك، لازم الملح تملحيه مليح. هكذا نهار اللي راح نطيبوا هذا اللحم راح نحيوه ليلة من قبل، نديروه في الماء يعني مع
يعني نبدلو كل دقيقة نبدلو الماء، يعني حتى يعني يتنحى منه كمية من الملح، يعني يقعد مالح بصح ماشي للدرجة ما تقدروش تاكلو هذاك اللحم. ركزوا خاصة على العظمة ديالو، لازم تدخلوله مليح الملح. وهنا بعد ما كملنا ملحنا كامل اللحم ديالنا، نجيبو هكذا ابره تكون خشينه شويه باش تقدروا يعني تدخلوها في اللحم، ونجيبو خيط اكيد يكون يعني قاصح شويه هكذا باش تقدروا يعني نعلقوا اللحم ديالنا هكذا في مكان يكون مهوي، اما في البالكو ولا فوق الضاله، المهم نتوما على بالكم وين عندكم بلاصه تكون مهويه باش يقدر يعني هذاك اللحم ينشف بالخف وما راحش يفسد معاكم. لازم تكون يعني شميسه ويكون اهم شيء هو يعني يكون في مكان مهوي. كيما انا راح ندير هذا اللحم راح نديره في البالكون ونخليه حتى ينشف يعني تماما. كي نحكم هكذا اللحم ديالي راح نلقاه يعني ناشف ناشف، كي ينشف كامل من هذاك الماء نقدروا يعني نحيو اللحم ديالنا ونحتفظوا به يعني في الثلاجة عادي، ولا حتى في الطلاكار تقدري تحتفظي بهذاك اللحم ما راحش يفسد لانه خلاص راهو ناشف يعني ولا قديد. وهنا ديت كامل هذاك اللحم وعلقته في البالكو كيما راكم تشوفوا، نخليه حتى ينشف تماما، يدي الوقت يعني يدي شويه هكذاك من 10 ايام حتى 20 يوم حسب يعني سخانه، اذا كان سخون الحال اذا كان لهوة كامل. اذا هذا هو الفيديو ديالي تاع نهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش برك دعم القناه باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا، والى الملتقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله.